لو فاكر ان ابنك او بنتك يقدر يتعلم مهارة جديدة بس في الصيف والاجازات، يبقى انت اكيد غلطان. واحنا جايين نغير لك كل ده. دلوقتي ابنك يقدر يجمع ما بين الدراسة وانه يتعلم مهارة جديدة زي البرمجة او الجرافيكس بدون اي ضغوطات. لاننا في سبيس سكول طورنا طرق ومناهج دراسية تناسب الاطفال من سن 6 ل 16 سنة انه يتعلموا مهارات جديدة زي البرمجة او الجرافيكس طول السنة، مش بس في الصيف والاجازات. طب ازاي بنسهل على الطلاب انه يتعلموا مهارات جديدة في فترة الدراسة؟ رقم واحد، الدراسة بتكون متاحة اونلاين او اوفلاين، وانت بتختار اللي يناسبك واللي يناسب ابنك او بنتك. رقم اتنين، كل السيشنز هتكون متسجلة صوت وصورة، يعني مهما كانت الظروف الطالب مش هيفوته اي حاجة ويقدر يسترجع المعلومات في اي وقت يحتاجه. رقم 3، الدراسة بتكون سيشن واحدة بس في الأسبوع علشان ما نضغطش الطلاب في فترة الدراسة، والسيشن دي بتكون مدتها ساعتين. الساعتين هيتعلم فيهم مهارات جديدة من غير ما نأثر على الدراسة بتاعته. رقم 4، كل الأنشطة والواجبات هتبقى جوه السيشن علشان ما نأثرش على الدراسة بتاعتهم وما يكونش عليهم حمل زيادة أثناء فترة الدراسة. رقم 5، هيكون في متابعة مستمرة وأسبوعية مع أولياء الأمور علشان تكون مطمن على مستوى ابنك وبتتابع التقدم بتاعه لحظة بلحظة علشان تبقى ضامن المستوى اللي بيوصل له ابنك. وبكده دلوقتي ابنك يقدر يتعلم مهارة جديدة طول السنة، مش بس في الصيف والأجازات، وده طبعا بدون ضغط أو توتر أو حمل زيادة طول فترة الدراسة. لو عايز تضيف تجربة جديدة ومفيدة لابنك أو بنتك، ممكن تسيب كومنت فيه كلمة تفاصيل واحنا هنبعت لك كل التفاصيل، أو تقدر تسيب كومنت فيه سن ابنك أو بنتك واحنا هنقول لك كل الكورسات المتاحة والمناسبة ليهم.